في ناس كتير بقت تخاف تآمن لبعضها. في وقت من الأوقات كنا بنحكي كل حاجة، كنا بنصدق الكلام، وكنا بندي الثقة من غير حدود ومن غير خوف ومن غير حساب، وبنفتح قلوبنا للناس من غير أي مجال للشك. لكن بعد كل خذلان في حاجات جوانا كتير أوي اتغيرت، في حاجات اتكسرت. مش بنبقى أشرار، لأ، ولا بنفقد مشاعرنا، احنا بس بنتوجع أوي. يمكن بنتوجع لدرجة إننا لما حد يقرب مننا بصدق نخاف أكتر، نخاف نحبه ونخاف نخسره، نخاف نثق فيه عشان هيخذلنا، أو حتى نخاف نتعلق بيه فيسيبنا، ونبدأ نبني أسوار عالية حوالينا ونخاف أكتر، ونبتسم ونضحك لكن بحذر وبحدود. ممكن نحكي لكن مش كل الحقيقة، ونحب لكن وإيدينا على قلبنا. الناس أحيانا بتفتكر إننا اتغيرنا، لكن الحقيقة لأ، إن كتر الوجع علمنا إن مش كل إيد ممدودة للأمان، ومش كل كلمة حلوة بتكون صادقة. ومع ذلك الخوف مش لازم يتحول لسجن. مش معنى إن الناس خذلتنا إن كل الناس هتعمل كده، ومش معنى إن قلبك اتكسر مرة إنه مستحيل ينبض تاني بالأمان لحد تاني. وحتى الثقة لو رجعت هترجع بس على مهلها، هترجع ببطء، ويمكن الأمان ياخد وقت طويل، لكن القلب اللي عارف الصدق هيفضل يدور عليه. وفي النهاية احنا مش بنخاف من الناس، احنا بنخاف من الوجع، بنخاف من الوجع اللي سابوه جوانا. ناس كنا فاكرينهم أمان لكن كسرونا. بس النهاردة لمسة روح بتقولك رغم الوجع اللي ساب علامات جوا قلوبنا لازم ندي لنفسنا فرصة تانية. مش علشان الناس كلها شبه بعض، لأ، علشان الحياة ما تستاهلش إننا نعيشها ورا أسوار الخوف. وما تخليش شخص خذلك يسرق منك قدرة قلبك على الإحساس، ولا تخلي تجربة فاشلة مرت في حياتك تحكم على كل اللي جاي إنه فاشل، أو إن قلبك هيتكسر تاني. يمكن اللي كسر قلبك ما كانش نصيبك، لكن أكيد مش من حقه يسرق عمرك اللي جاي.